السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وستر ورضا من الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم اني اسألك التقى والعفاف والغنى والستر لي وليكم ان شاء الله. يا رب دايما تكونوا بخير يا رب. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظكم يا رب ويخليكم نعمة في حياتي ان شاء الله. بشكر اي حد دخل عندي جديد في القناة، شجعني وشرفني وعلى راسي من فوق يا رب، يخليكم ليا يا رب. بصوا انا جاي لكم بفيديو جديد. هنعمل ايه؟ اللي هي الفطاير بدقيق الذره. انا عندي فيه دقيق ذره ابيض وفي دقيق ذره اصفر. انا جبت الاصفر حلو. دول كوبايتين، طبعا نخلتهم عشان لو في اي شوائب في الدقيق بتطلع، والدقيق بيدخلوا هوا كده في المعجنات اللي انت هتعمليها. لازم دايما تنقلي الدقيق. هحضر الدقيق الابيض واخلطه واحطه عليه. ادي اول كوبايه دقيق عادي من اللي هو الابيض بتاعنا اللي بنستعمله في المعجنات اهو. ده دقيق متعدد الاغراض ده. برضو هننخله اهو. انا خلط اللي هو الدقيق الذره، هخلط عليه الدقيق العادي اهو بنخله. لازم تنخلوه يا جماعه اهو. فطاير بقى تعمليها، تتعشي بيها، تفطري بيها. جميله جدا وسهله وحلوه ومش مكلفه. بالحاجات كلها في البيت يعني هنعملها. هعمل الكوبايه التانية، هنخلها برضو وارجع لكم تاني. حضرت الكوبايه التانية هي برضو نفس الشيء، هنخلها ونطلع الزياده عشان الزياده اللي هي بتبقى في الدقيق مش نضيفه. فانت تحاولي تنخلي اي دقيق بتعملي بيه معجنات وتنخلي كويس عشان الحاجه اللي هتعمليها تطلع معاكي ناجحه اهو. ادي نخلنا هننخل تاني اهو. بقيت الكوبايه التانية اهي. صلوا على الرسول يا جماعه عشان كل حاجه بتعمليها بالذكر ربنا بيبارك فيها ويجعل فيها الطعم الحلو ان شاء الله بامر الله يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. على طول نصلي على الرسول ونسمي بالله كده دايما، كل حاجتنا تنجح وتبقى زي الفل ان شاء الله. وربنا يرزقنا واياكم البركه يا رب. ينجح مقاصد كل واحد عايز حاجه، ربنا ينجحه فيها يا رب. ويخلي لكل واحده ربنا يخلي لها اولادها وينجحهم، يخلي لها زوجها ويجعل ايامكم كلها سعاده وهنا ان شاء الله باذن الله. كده خلطنا اهو دقيق الذره بالدقيق العادي، كوبايتين وكوبايتين. هنجيب ايه بعد كده؟ هقول لكم هنجيب ايه، خليكم معايا. بصوا بيكنج باودر اهو، هنحط نص معلقه صغيره عشان تنفش العجين وتديها طراوه اهي. نحطها كده. انا مش محتاجه خميره عشان ايه؟ الخميره بتنفش، لا هي كفايه البيكنج باودر بس اهي. هنحط طبعا الملح متنسوهوش، سنة على الرسول عليه الصلاه والسلام، عشان زي ما قلت لكم ربنا يكرمنا في كل حاجه بنعملها. نصلي على الرسول اهو. نحط كده بقيمه ايه يعني شويه عن ربع معلقه صغيره ملح، بيكنج باودر، سكر لو عندك يستحسن سكر بودره يبقى حلو قوي يعني، عشان ايه ما يبانش في المعجنات. هنحط اهو سكر بودره احسن اهو معلقه بس اهو. كل اللي هي المواد اللي هي الايه اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. الجافه نحطها مع بعض. بصوا حطينا اهي المواد الجافه اللي هي السكر البودره مع الملح مع البيكنج باودر ماشي. هنحضر بقى ايه زي ربع كوبايه كده سمنه. لو عندكم سمنه بلدي احسن يستحسن، لو ما عندكيش خلاص السمنه الموجوده عندك في البيت، بس هو يستحسن السمنه البلدي لان السمنه البلدي بتدي طعم جميل جدا للفطاير اللي هي اللي بالذره دي اهي. هنجيب شويه سمنه نسخنها على النار، نسيحها ونجيبها نبس بيها. بصوا حباتي اهو، عملت السمنه يعني سيحتها شويه في الميكرويف. عندكش ميكرويف سيحيها في البوتاجاز، اي حاجه وكل حاجه بسيطه ونبسطها على نفسنا ومنصعبش الامور. انا بعمل لكم حاجات بسيطه وسهله ومش مكلفه عشان عارفه ظروف الناس كلها زي ظروفنا بالظبط. كلنا بنمشي حالنا وكلنا بنحاول
نظبط امورنا في بيوتنا يعني. والحمد لله ربنا يرزقنا البركه في كل شيء، طالما ربنا والله مبارك في كل شيء في عندنا. حتى ولو معاكي القليل ربنا بيبارك فيه والله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. صلوا بقى على الرسول، صلوا عشان تزيد حسناتكم وحسناتنا، وصلوا في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ربنا يكرمكم يا رب جميعا يا رب، يرفع عننا اللي احنا فيه يا رب، غلاء والوباء والداء. استرها معانا جميعا، مع عيالنا مع ازواجنا. انا زوجي متوفي بقى الله يرحمه. كل واحده ربنا كده يكرمها ويخلي لها زوجها يا رب، ويعينوا دي الصحه، ويعينوا على الحياه اللي احنا فيها بصراحه، يعينوا على تربيه اولاده وعلى اسرته. هنعجن بقى شويه، هنبس شويه زي ما انتم شايفين بايدينا كده، اللي هي السمنه. هنقعد نبسها شويه اهو كده، وبعدين هننزل ايه. محضره انا زبدايه، عندك زبدايه ماشي، عندك لبن رايب ممكن احسن، بس انا ما عنديش بصراحه لبن رايب، قلت اعمله بالزبادي. الزبادي زي اللبن الرايب بالظبط. عايزه تعملي لبن رايب، جيبي كيلو وسخنيه يعني، سخنيه وسيبيه يبرد شويه، وبعدين بعد ما يبرد حطيه في الفرن يعني. سخني الفرن قوي 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 قوي، وبعدين طفيه، وبعدين حطي اللبن في الفرن. سيبيه الصبح هتقومي تلاقيه لبن رايب. في ناس بتشتريه جاهز، في ناس بتعمله في البيت كده يعني. طبعا كل واحده ايه حسب ظروفها وحسب امكانياتها وظروف بيتها يعني. اهو بصينا السمنه اهو. صلوا على الرسول بقى متنسوش، يلا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، عدد خلقه مداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهو ده بصي كده هننزل بايه، بالزبادي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله. هكون محضرة بتاع كوباية مية. طبعا هتنزلي بكوباية المية واحدة واحدة، مش على طول، لا واحدة واحدة، عشان المية ما تجيش زيادة على اللي انت بتعمليه. طبعا الفطاير دي هنسيبها زي الفطاير العادية تخمر ولا اي حاجة، احنا بس هنعجنها وهنعملها على طول يعني، ولا تسيب العجين بقى يريح ولا حاجة من ده كله يعني. طبعا بعد ما نعجن ونقرص الفطيرة اللي هنعملها دي، تكوني محضرة مثلا لو عندك لبن، بتاخدي وش اللبن بتاعه وبتحطيه في الفريزر بيطلع قشطة، بتدهني طبعا وش القرصة، تبقى جميلة جدا جدا جدا. ما عندكيش قشطة، هاتي معلقة زبادي ومعلقة سمنة، اخلطيهم مع بعض وادهني وش القرصة من فوق، هتديكي نفس النتيجة. فما نوقفش يعني، او ما فيش حاجة تقف قدامنا، بنتصرف ونعمل اي حاجة. اهي هتجربوها هتعجبكم قوي والله يا جماعة، حلوة وكمان بسيطة عن اللي هي انا عاملة قرص. لو حد حابب يعمل يعني يرجع للفيديو. اسهل من القرص العادية اللي هي بتسيبيها تخمر بقى وكده يعني. اهو هننزل بقى بالمية واحدة واحدة كده، مش على طول، واحدة واحدة اهو ونعجن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. حتى البنوتات الصغيرة بناتنا يعرفوا يعملوا برضو، اللي هي زي ما بيقولوا سنة أولى مطبخ، KG1. مفيش حاجة تعصى علينا، احنا كل حاجة بأمر الله هنعملها إن شاء الله. واللي عملت حاجة ومثلا ما نجحتش من أول مرة، تجرب مرة واتنين وتلاتة كده. الحياة كده عايزة كده، متيأس ومتغلبش يعني. ان شاء الله كل حاجة تبقى زي الفل بإذن الله، ببركة الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هنحط شوية مية تاني صغيرين وهنعجن. هقول لكم خدت قد ايه، كوبايتين دقيق.
ذرة مع كوبايتين دقيق عادي اللي هو متعدد الأغراض، أي نوع بقى في السوق. شركات كتير جدا والأنواع كتير جدا. طبعا دي مش محتاجة عجان، تجيني كده على ايدك اهو، سهلة وبسيطة. وانا عندي عجان والله، بس ما برضاش استعمله على اساس في ناس كتير ما عندهاش عجان، وانا كنت زي حالاتكم برضو ما عنديش عجان. بس يعني حوشت بفضل الله ورسوله وجبته الحمد لله. واي حاجة بتحبي عايزة تجيبيها وحطيتي في دماغك هتجيبيها ان شاء الله بامر الله. يعني تعملي بقى جمعية زي حالاتنا، تحوشي اهو بتجيبي كل حاجة. واللي عندها عجان او عندها اي جهاز تحافظ عليه، لان الاجهزة بقى ارتفعت بطريقة مش معقولة اليومين دول. تعملي ايه يعني؟ ما تستهلكيش الجهاز، تشغليه على طول مثلا فترة طويلة، مثلا اكتر من 5 دقايق، لا لازم تشغليه شوية وتريحي شوية. تحافظي على اي جهاز عندك، خلاط بقى، عجان، اي جهاز عندك في البيت. بصوا هعجنها شويه يا حبايبي وارجع لكم تاني. بصوا حباتي، حضرت صينيه اهي مدهونه سمنه كويس قوي دهنيها عشان الحاجه ما تلزقش. طبعا هنقطع حته حته ونحطها اهي، وبعدين تحطيها تقطعيها في قلب الصينيه عشان ايه ما تلزقش، لان ده مش زي الايه زي ما قلنا، مش زي القرص التانية. هنحطها في الصينيه وبعد كده هنفردها في الصينيه اهي. تاخدي بقى بحسب القرصه اللي انت عايزاها، عايزاها كبيره عايزاها صغيره براحتك اهي. طبعا هنبططها في الصينيه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. نحطها كده في الصينيه زي ما قلت لكم، تطلع معاكي بقى زي ما تطلع، بحسب الحجم اللي انت عايزاه اهو. فيها كده اهو بسيطه اهو، هنعملها كوره كده اهي، وبعدين نحطها في الصينيه وبعدين نبططها في الصينيه اهي. بصوا، بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله اهو. حاجة بسيطة جدا وسهلة والله، هتعجبكم وجميلة وطعمها حلو والله. هتجربوها هتعملوها على طول ومش مكلفة يعني. واعملي بقى زي ما انت عايزة، تكتري الكمية ضعفي الكمية براحتك يعني اهو. بوريكي بس عشان ايه تعرفي تعملي يعني. صلوا بقى على الرسول، يلا متنسوش اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بصوا اهي، ادي الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله اهي. بصوا انا مولعه الفرن طبعا على درجة حرارة عالية عشان تستوي كويس معاكي وتبشريها، متسيبيهاش كده. طبعا هبططها واوريها لكم، خليكم معايا. بصوا حباتي، بططت اهو القرص قدامكم اهو. طبعا هحطها في الفرن اسويها عملوا 7 عشان تشوف الباقي بقى عاملين ايه، وهوريها لكم بعد ما اسويها هوريها لكم. قبل طبعا ما اسويها هنحطه ايه، هنحطه عشان ما انساش، انا نسيت، هدهنها قشطه. بصوا حباتي، دهنتها قشطه اهي عشان مطولش عليكم الفيديو. هحطها في الفرن، تكوني مسخنه الفرن على درجه حراره 200 250 مفيش مشكله، بس تبشريها. هنسويها وهنرجع لكم تاني. ولو ما عندكيش قشطه زي ما قلت لك، جيبي معلقتين زبادي وعليهم حته سمنه ودهنيها، هيدوكي نفس نتيجه القشطه. القشطه دي وش اللبن، اللي بيشتري لبن بيشيل القشطه في الفريزر وبيحتاجها لحاجات زي كده. يلا هسويها واوريها لكم، خليكم معايا. بصوا حبيبتي، رجعت لكم اهو بعد ما سويت القرص اهي بالذره اهي جميله. اعملوها وجربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، لانها خفيفه وحلوه و...
لو دقتوها وعملتوها هتعجبكم والله، جربوها. بصوا جميلة، حلوة قوي قوي قوي. جربيها وادعيلي دعوة حلوة. واللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش بقى بدعوة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.